اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. العيد بقى ما بيحلاش غير بشويه بيتي فور كده ناعمين. هنعملهم مع بعض النهارده بطريقه سهله جدا واقتصاديه. شايفين بقى شكله تحفه ازاي؟ شبه البيتي فورات الجاهزه وطعمه حلو قوي. عايزه اقول لكم بقى ان هو ناعم وبيدوب في البق. عملنا مع بعض الكحك بطريقه صحيه. النتيجه بتاعته كانت هايله جدا. شايفين شكله تحفه ازاي؟ عملناه مع بعض بطريقة حلوة جدا وطريقة بسيطة، وكمان عملنا بسكوت النشادر برضو بطريقة صحية. بصراحة الاتنين أحلى من بعض، مناسبين للي عامل دايت وكمان لمريض السكر. هسيب لكم اللينك بتاعهم في صندوق الوصف، عايزاكم تشوفوه. ويلا بينا بقى نشوف طريقة البيتي فور النهاردة، وانا واثقة ان انتوا لو جربتوه هيعجبكم جدا. تابعوني بقى في الفيديو علشان تشوفوا الطريقة. ويلا كده بسرعة اشتركي في القناة ولايك وشير لو عجبك الفيديو. في البداية كده أنا هجيب البول اللي أنا هشتغل فيها، هحط فيها 3 معالق من الزبدة. التلات معالق دول حوالي 60 جرام من الزبدة. يعني أنا دلوقتي بقولكوا بالمعلقة وبالجرام. هحط كده عليهم معلقتين من العسل الأبيض، وهبتدي كده أضرب الزبدة مع العسل بالمضرب اليدوي. احنا مش محتاجين في الوصفة دي ولا مضرب كهرباء ولا هاند بلندر ولا أي حاجة من الكلام ده. البيتي فور عادة بيتعمل بالمضرب الكهرباء، بس النهاردة هنعمله بالمضرب اليدوي زي ما انتوا شايفين كده، والنتيجة هتبقى تحفة. نضربهم كده مع بعض. هنجيب بس الأجناب كده بالمعلقة ونبتدي نضرب تاني. أنا عايزة أضرب الزبدة مع العسل لغاية ما لونهم يفتح ويبقى لونهم كده أبيض خالص وكريمي. أهو شايفين بدأ اللون بتاعهم يفتح، بس أنا تانيني أضرب تاني. يعني اضربي كده حوالي 3-4 دقايق. شايفين اللون ده حلو قوي، بقوا عاملين زي الكريمة. حلو قوي كده. ودلوقتي كده أنا محضرة بيضتين، بيضة كاملة هحطها بالشكل ده، والبيضة التانية أنا أخدت البياض بتاعها ما استخدمتوش، حطيت بس الصفارة. يعني أنا استخدمت بيضتين، بيضة كاملة وبيضة من غير بياض. استخدمت بس الصفارة. وطالما استخدمت بيض في الوصفة بتاعتي لازم أحط معلقة من الفانيليا، سواء فانيليا سايلة أو فانيليا باودر، مفيش أي مشكلة عشان تشيل الزفارة بتاعة البيض. وابتدأت برضو أضرب بالمضرب اليدوي بالشكل ده، ولازم وأنا شغالة كده أنزل الجوانب وأرجع أضرب تاني. حطيت كده بقى دلوقتي المواد الجافة، حطيت معلقتين من النشا. والنشا ده مهم جدا، بيخلي الوصفة كده تحفة. بصراحة البيتي فور بيخليه ناعم جدا وبيخلي النتيجة بتاعته هايلة. يبقى أنا كده حطيت معلقتين من النشا وقلبتهم بالشكل ده. دلوقتي بقى هجيب كوباية كده من دقيق الشوفان. طب في حد هيقول لي ممكن دقيق بديل للشوفان؟ لا، الدقيق الأسمر ما بيبقاش حلو خالص مع البيتي فور. الدقيق الأسمر اللي هو الحبة الكاملة ما بيبقاش حلو خالص، لكن بالشوفان هيبقى النتيجة بتاعته روعة. بس في ملحوظة مهمة عايزة أقولها لكم. أنا الشوفان بجيبه كده حبوب، وبديله يعني تحميص على النار بسيطة، بطلع منه الرطوبة وبضربه في الكبة بتاعة الخلاط كويس جدا. أهم حاجة وانتي بتعملي بيتي فور لازم تضربي دقيق الشوفان ضربة كويسة جدا عشان يكون ناعم. وقلبت بقى المكونات كلها بالشكل ده، او زي ما انتوا شايفين كده. انا حطيت كوبايه بس لسه العجينه طريه، فانا هحضر كده نص كوبايه تاني من دقيق الشوفان وهنزل بيها بالشكل ده. بس يفضل ان انت تنزلي كده واحده بواحده. وحطيت كمان نص معلقه من البيكنج باودر، ده مهم جدا. وهبتدي كده ان انا دلوقتي بقى اعجن بايديا عشان المس العجينه واشوف احط دقيق تاني ولا لا. العجينه برضو ما زالت طريه، هنزل بباقي نص الكوبايه. ممكن انت تستخدمي كوبايه وربع، ممكن تستخدمي كوبايه، ممكن تستخدمي اكتر من كوبايه ونص على حسب نوع الشوفان اللي عندك. انا استخدمت كوبايه ونص بالظبط. وابتدأت كده اعجن بايديا عشان المس العجينه واشوف محتاجه دقيق تاني ولا لا. عجنتها كده بايديا بس ما تزوديش في العجن قوي. حلو قوي كده. عايزه اشوف ملمس العجينه، ما بشوفهاش بالايد اللي بتعجن، بشوفها بالايد النظيفه. اهو شايفين الايد النظيفه حطيتها كده على العجين، ما شبكش فيها اي حاجه. بسيب بقى العجينه ومش بشكلها على طول علشان الشوفان يشرب السوائل. دلوقتي حضرت كيس حلواني كده، وهوريكم البلبله اللي انا اشتغلت بيها. اهو هي دي حلوه قوي ومناسبه. بصراحه ما حبيتش احط العجينه في كيس الحلواني القماش الاول، فحطيتها في كيس بلاستيك الاول، وبعد كده دخلت كيس البلاستيك في الكيس القماش عشان بحافظ على الكيس بتاعي عشان ما يتوسخش ويتبهدل. دي الاشكال اللي انا عملتها زي ما انتوا شايفين كده. العجينه بتنزل بطريقه بسيطه وسهله، وده دليل على ان العجينه بتاعتي مظبوطه جدا. يعني فعلا مظبوطه على الشعره، ولا محتاجه دقيق ولا ناقصه دقيق. حلو قوي كده. اهو جبت بقى شوكليت شيبس، الدارك شوكليت شيبس. ابتدأت احطه كده كنوع من التزيين. مش عايزه تحطي مفيش اي مشكله، احنا كده كده هنزين البيتي بتاعنا في الاخر. ودخلته بقى على فرن كده ساخن على درجة حرارة 170. ما تحاوليش تزودي عن 170، ما بياخدش وقت خالص. يعني من ربع ساعة لتلت ساعة، ما تزوديش عن كده. شايفين بقى بعد ما طلع شكله بجد تحفة. والرسمة النقشة بتاعة البيتي فورة ثابتة جدا، ما راحتش ولا أي حاجة.
شايفين بقى الجمال والحلاوة، والطعم بتاعه يا جماعة بجد تحفة. حبيت بقى زينه تزيين بسيط، جبت قطعة من الشوكولات دارك وسيحتها في الميكروويف، وابتدأت كده ألزق الاتنين في بعض، بس أنا مش بحب بصراحة ألزقه، أنا بحب أعمل واحدة كده فرداني عشان لما آكل كده ما يبقاش اتنين مجوز مع بعض. بس أنا هوريكم برضو لو حابين تلزقوه، أنا بحط كده شوكولات في النص، طبعا الشوكولاتة دي شوكولات دارك، وببتدي كده ان انا اسقط كده في الشوكولاته، وبعد كده بقى عندك مكسرات، عندك سوداني، لوز، بندق، اي حاجه موجوده عندك، وكمان جوز الهند حلو جدا ومفيد. هلزقها برضو كده، وهغطسها كده جزء صغير منها في الشوكولاته، وهنزل على جوز الهند. شايفين بقى الجمال والطعامه، حلو قوي كده. ونوع تاني برضو من التزيين، هحط كده جزء من الشوكولاته من فوق، واحط عليها كده نص بندقايه او لوزايه. اهو شايفين بقى شكلها بجد تحفة. هعمل بقى كله بالشكل ده، والتزيين بتاعك انتي ابدعي بقى زي ما انتي عايزة. شايفين بقى اهم حاجة تكون المكونات صحية. الزبدة اللي استخدمناها زبدة نيوزيلندي، وممكن كمان تستخدمي سمنة بلدي بدل الزبدة. ما تحاوليش تستخدمي بقى زبدة خليط او سمنة صناعي او الكلام ده، المكونات دي مش صحية خالص. شايفين بقى شكل البيتيفور بتاعنا حلو جدا، ما تفرقهوش عن بتاع المحلات. وعايزه اقول لكم بقى ان هو ناعم وبيدوب في البق. صدقوني ما خدش مني نص ساعه بالظبط في العمايل والتزيين وكل حاجه. والمقدار ده مناسب جدا لو هتعمليه، يعني مقدار برضو مش صغير ومش كبير، حلو قوي واقتصادي، تقدري تعمليه كده في اي وقت. بس انا بنصحك حاولي تعملي الحاجات النواعم بتاعه العيد دي يعني قبل العيد على طول، ما تحاوليش تعمليها قبل العيد بفتره كبيره. شايفين بقى البيتي بتاعنا النهارده بجد بيتحدث عن نفسه. وكمان عملنا الكحك زي ما قلت لكم، وعملنا بسكوت النشادر، طريقتهم حلوه جدا، انا عايزاكم تشوفوهم، هتلاقي اللينك بتاعهم موجود في صندوق الوصف. اتبقت كده معلقه من الشوكليت، حطيتها كده في كيس، وقطعت كده قطعه بسيطه، وزينت تزيين بسيط زي ما شفتوا كده. التزيين ده زي ما قلت لك بتاعك انتي، ابدعي بقى زي ما انتي عايزه. بص كده البسكوتايه مش حامله، مجرد ما بمسكها بتتكسر لان هي ناعمه جدا. شايفين حلوة ازاي؟ بجد تحفة. انا بتمنى طبعا تجربوا الطريقة دي، طريقة سهلة وبسيطة واقتصادية، كل حاجة موجودة عندنا في البيت، ما جبناش اي حاجة من بره، وكل استخدمناه 3 معالق من الزبدة، وكمان معلقتين من عسل النحل، ما استخدمناش سكر ولا اي حاجة خالص. وحطينا بيضتين، بيضة كاملة وبيضة صفار بس، وضفنا عليها الفانيليا، وبعد كده ضفنا معلقتين من النشا، وكمان نص معلقة من البيكنج باودر، وحطينا كوباية ونص من الشوفان. ممكن الشوفان يزيد عن كده وممكن يقل. شايفين بقى النتيجة بجد تحفة. أنا بتمنى تكون وصفتنا النهاردة عجبتكم، ولو عجبتكم بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة. يلا باي باي، سلام.